كتب كلماتها أبو ذياب أحمد الحداد، يهديها ويقدمها إلى الشيخ الدكتور معين عبده البحش تقديرا لجهودها المبذولة في الأعمال الخيرية والإنسانية بالمناطق الوسطى، وبصوت أبو قناف الطويل. أبو ذياب قلب له التكون الواحد الحي حسبي والوكيل، وارفع تحيات من قلبي تصول للشيخ معين وارفع والشكر الجزيل. ابن البحش تاجك أحلى والمقاول ذي معدنه ذا الرجال معدن أصيل، دكتورة تضربها الناس المثول وفي البلاد والصحة والطب البديل، في وجهها الخير سوط والأمل واصبح لمن توهب وهو الدليل، في حاجة الناس يبذل العمل ما واحد إلا وقد وفعل جميل، ما رد مخلوق ساله والتساؤل أصبح سلال الذي ما له وسيل، كم يا مشارع بمجهود فعل تشهد لها الناس جيل بعد جيل، راجل ما وقف فرح ولا زعل كذاب من قال له يلقى مثل، ما شفت مخلوق مثله قد بذول جهده ولا وذن في عبر سبيل، للخير ساعي إذا ما بخل رجال مثله ونحصل مستحيل، الله يجعل من عزه شلل يقضي حياته على دنيا عليل، كم يا مشاكل قدانها وحار ولا يدور كفاح الله قبل، على شهادة ماجستير حصل دكتور مثقف شريف ما هو عمل، يا شيخ معين بالأخير كذي وصل عطر ثيابك وغسلها غسل، أبو ذياب قلب له التكون الواحد الحي حسبي والوكيل، وارفع تحيات من قلبي تصول للشيخ معين وارفع والشكر الجزيل. ابن البحش تاجك أحلى والمقاول ذي معدنه ذا الرجال معدن أصيل، دكتورة تضربها الناس المثول وفي البلاد والصحة والطب البديل، في وجهها الخير سوط والأمل واصبح لمن توهب وهو الدليل، في حاجة الناس يبذل العمل ما واحد إلا وقد وفعل جميل، ما رد مخلوق ساله والتساؤل أصبح سلال الذي ما له وسيل، كم يا مشارع بمجهود فعل تشهد لها الناس جيل بعد جيل، راجل ما وقف فرح ولا زعل كذاب من قال له يلقى مثل، ما شفت مخلوق مثله قد بذول جهده ولا وذن في عبر سبيل، للخير ساعي وإذا ما بخل رجال مثله ونحصل مستحيل، الله يجعل من عزه شلل يقضي حياته على دنيا عليل، كم يا مشاكل قدانها وحار ولا يدور كفاح الله قبل، على شهادة ماجستير حصل دكتور مثقف شريف ما هو عمل، يا شيخ معين بالأخير كذي وصل عطر ثيابك وغسلها غسل.